عزيزي مزارع البروكلي، احنا النهارده من داخل مشتل انتاج شتلات خضر. من ضمن الخضر اللي بننتجها او شتلات بننتجها داخل المشتل ده شتلات البروكلي. هكلم حضرتك عن ازاي بتستلم الشتله من اول ما بتسلمها البذره لحد ما بتستلمها شتله عشان تزرعها في الارض المستويه. وزي ما قلنا يا عزيزي ان احنا هنشرح لك مراحل انتاج شتلات خضر البروكلي. فاحنا دلوقتي واقفين عند اول مرحله من مراحل الانتاج. بنبدا حضرتك الاول مجرد ما بتسلم البذره بتاعتك بيبدا فريق عمل متكامل باداره حكيمه طبعا، ومعانا المهندس محمد من اداره المشتل لانتاج شتلات الخضر. زي ما حضرتك قلت يا باشمهندس محمد، احنا بنبدا ده الحوض اللي بنخمر فيه وبنجهز فيه الخلطه. المهندس محمد اتكلم وقال ان الخلطه بتبدا معنا بتتجهز عباره عن بيتموس وفرموكلايت بنسبه 1:2. ده نسبه الخلط او معادله الخلط من الفرموكلايت والبيتموس. بيضاف ليها عناصر زي ما حضرتك قلت لي يا باشمهندس محمد، مغذي عناصر مغذي 19 وفطري. مظبوط، 19 او 20 اللي هي NPK. بعد ما بنضيف الحاجات ديت بنحط مركب. مهندس محمد بيأكد كويس جدا على النقطه ديت، وهو ان الفطريات. لازم اكد ان انا احط في الخلطه بتاعتي مبيد فطري وقائي ضد اعفان الجذور. مظبوط صحيح كده يا مهندس محمد؟ صحيح. طيب حضرتك دلوقتي بعد ما دي كده الخلطه اللي جاهزه جاهزة. بعد ما تم تخميرها تمام. وخلاص طلعناها بره وضفنا لها الفورموكلايت. الفورموكلايت. تمام. تمام. المراحل اللي بتتم بعد كده حضرتك زي ما ذكرت ان احنا بنبدا بعبوه او تعبئه الصواني. تمام. بتعبأ بجزء وبعد كده بيتم تخريمها وتجهيزها للزراعه. تمام. تمام. وبعد الزراعه بيتم تغطيه بعد التغطية البذره. الخية خفيفة دي كده بيكون برضك عليها 2 فورموكلايت وواحد بطمس عشان تبقى خفيفة. تمام، اللي هو عشان بزود فرموكلايت في الغطا. ايوه عشان تنبت على طول اسرع. تمام. تمام. وفي التخريم اللي هو ده اليدوي، الزراعة اليدوي. تمام. وفي اللي هي ايه، الزراعه المكنة. بالآلية. ايوه. تمام. تمام. طيب حضرتك كده احنا بعد ما بنستعد لتجهيز البذره احنا جهزنا الخلطه وطلعناها وخرمنا ملينا الصينيه عبيناها وزرعناها وزرعنا. بعد ما خلاص احنا جهزنا وغطينا، المراحل اللي بعد كده اذكرها لحضراتكم ان شاء الله من داخل الصور.